السلام عليكم خوتي خواتاتي. اليوم كنقدم لكم واحد الطبق ديال الحمص لبناني، نتمنى يعجبكم. معنا اول المقادير هو الطحينه. هذه هي الطحينه، ممكن تبريباريها ممكن تشريها. الا بغيتي تبريباريها كدير واحد المعلقه ديال الدقيق، وكدير مع معلقه ديال الجلجلان، وكتحمرهم وممكن تطحنهم وكتزيد معاهم زيت العود. ممكن تحضر الطحينه، وممكن تشري هذا في المغازه، يكون ديجا موجود كيسهل لك المأمورية. معنا الحمص تقدر تشريها كونسيرف ولا تقدر تصوبو في الدار. تشري هكاك وتبيتو بالليل كامل وطيبو وتسلقو ومن بعد تحضرو بهكا. ومعنا معلقه ديال الكمون، نص معلقه ديال البزار، نص معلقه ديال الملحه. ونستعملو نص كاس ديال الماء ديال الحمص. ملي كنخويو كنخليو واحد نص كاس كنستعملو ديال الحمص باش نديروه في الطريقه. معنا هنا واحد جوج حامضات هما كنستعملوهم. معنا نص كاس ديال الزيت العود بلديه، وهنايا 3 ديال الثومات كنحكهم وكنبريبارو نوجدهم باش نديرو في المقادير. نكومونسو المراحل باش نكونو هكا. الطريقه الاولى كنشد الحمص كننزل نص ديال الماء ديالو. وشحال هنا درنا ديال الحمص؟ حنا درنا 400 غرام ديال الحمص. داكوغ. كنزيدو هنايا كي قلت لكم جوج حامضات، كتبدا بشويه بشويه. كتكومونسي بداية طحن الحمص من الاول. علاش حاولت هانتوما الشكل ديال الحمص من بعد ما تطحن. ابخي كتزيد عليه الثومه. كمية تكون الثومه تكون بحال مطحونه. تزيدوهاش لي طرافي باش تطحن مزيان باش ما تعذبهمش في الطحين. باش ما تبقاش في الحمص. كتخلط كمون صافي. شحال تقريبا ديال الطحينه؟ واحد كاس ديال الطحين صغير ديال العنبه. كاس ديال العنبه. وكنعاودو تاني نطحنو. كنعاودو تاني نطحن. الزيت كنبداو نخويو بشويه بشويه على حسب لا تيكستور ديال الحمص. هذا الطبق ديالنا وجد، وكنتمنى ويعجبكم وصحي. وشكرا. شحال نقدروا نحتفظوا به في الثلاجه؟ كيبقى حيت ما فيه لا بصله لا والو. كيبقى في الثلاجه 3 جوغ. هذه سا ديبون، مي هو صحي، ممكن الجميع يجربوا. كنتمنى يعجبكم.